عمرك ما فشلت ان انت تبسطني. هو الصراحه انا عندي تعليق محشور هنا. يرجى الانتظار ورح يرد احد ممثلي الخدمه عليكم فورا. يا جماعه هو ده قلب المانجوز. حضرتك أول مرة تسافري بالاتصال؟ ايه ده؟ الو، يا مساء المانجو على كل المانجو. في الحلقه دي هنجرب مزاجكم انتوا، مزاج المانجو، او بمعنى تاني الفيديو ده لطلبات المتابعين. ما لحقتش قوي اسمي السلسله دي، بس يا مرحب باقتراحات. عملت ستوري على انستجرام، سالت المانجوز وقلت لهم اوردرك المفضل ايه ومنين. المانجوز بعتوا لي اوردرات كتير. في الحلقه دي هنجرب شويه منها. قبل ما نودي كان في كذا حد سالني على حصاله الخير. حصاله موجوده وبفضل الله شغاله. في العيد اللي فات عملنا منها اطعام، بس انا ما بقتش اطلعها في كل الفيديوهات عشان الموضوع يعني ايه، نحاول نتجنب اي شبهه في الموضوع. في ناس ممكن تقول انه رياء، مع ان انا نظريتي دايما ان النيه في القلب. المهم ان هي بفضل الله موجوده ومستمره. ودي هالة احمد فوزي مزاجها او اوردرها المفضل من بازوكا فرايد تشيكن او فراخ اللي هي البروست او المقليه وبطاطس بالهالوبينو. طلبنا الاوردر. دي عباره عن وجبه 4 قطع سعرها 250 جنيه، والبطاطس اللي بالهالوبينو سعرها 75 جنيه. جالنا مع الاوردر ده شنطتين، الشنطه تقريبا اللي فيها الاكل، وعاملين بقى براندنج جديد لاخواتنا، حاطين هنا بقى زي علم او اللوجو بتاعهم. لفته لطيفه طبعا. ده بطاطس، عيش، رز، ودي الوجبه نفسها. الشنطه الثانيه بقى هي شنطه المشتملات بقى، بيج كولا، كول سلو، شوكه ومنديل والجو ده. جايبين اكياس كاتشب بتاعتهم، يعني هم عملوا خط للكاتشب تقريبا مكتوب عليه بازوك. البطاطس انا طلعتها في الاول دي اللي هي الهالوبينو فرايز، انا كنت متخيلها جايه مع الوجبه. نبدا بقى ايه واحده واحده، يعني نبدا الاول مثلا بالرز. هي الوجبه وكميتها وشكلها على السعر الدنيا لطيفه يعني. والرز الحاجه اللي لفتاني فيه ان فيه كميه بصل كتيره شويه، وحاطين جوه الرز فراخ، قطع فراخ، ده شيء لطيف. بسم الله. هم عاملين حاجه في خلطه الرز مخليه، انا اسف في اللفظ يعني، ان هو جوسي شويه، تحسه كده طري، وده ما بيعجبنيش قوي في الرز. بس فكره ان هو فيه فراخ والكميه الدنيا لطيفه يعني. كول سلو يعني طبعا عشان الصوصات اللي في الكول سلو بتزروط الدنيا، فهم مأمنين بس بزياده شويه، وزروطت برضو على فكره. نهار ابيض. هم مالين العلبه على الاخر، حاطين كميه مايونيز لطيفه، يعني الكول سلو مش ناشفه. بسم الله. هو رغم الشكل وان فيها صوص كتير كده، بس ناقصها حاجه، دلع شويتين وطعم المايونيز مش عالي. كل دي اصناف جانبيه، المهم الوجبه نفسها. توكلنا على الله. نبدا كده بالدبوسه. ده شكل الدبوسه بتاعتهم اهو، مدملكه. بسم الله. حلو الكلام. الفراخ مش شاربه زيت قوي من جوه، مفيش بقى الحمار والدم والكلام ده. فراخ بيضاء. طعم التتبيله بتاعتها حلو قوي، يعني التتبيله جوه الفراخ نفسها مش البريدنج اللي بره بس، لان في انواع تانية من الفراخ البروست دي بتبقى من بره طعمها مقرمش وحلو، ومن جوه تحسها فراخ مسلوقه. هما مدينا بقى ايه، عايزين حته صدر بقى. دي بقى حته صدر اهي، فراخ برده من جوه مبيضه. الدنيا في اللطيف يعني. بسم الله. يعني من كتر ما هم متبلين الفراخ كويس تحس انها رايحه على سنه حدوقيه شويه، بس الوجبه كوجبه لطيفه جدا. العيش بقى، العيش طري جدا، مش بايت خالص، مش مركون يعني، والعيش بتاعهم فريش. فكده يا هلا الوجبه استك مزاج عالي. ده ندخل على البطاطس. هو مدينا الجبنه بره، يعني علبه جبنه اهي، وده طبق البطاطس وعليه قطع هالوبينو. هو بس كان محتاج يدينا كيس تاني ايه بالشوك والكلام ده، لان هي شوكه واحده لسه منجوج وما تبقاش دقيق قوي كده. كميه البطاطس يعني الطبق مش كبير قوي، حاسس ان 75 جنيه محتاج شويه بطاطس اكتر من كده. الهالوبينو بقى شويه فوق وشويه تحت كده، ايه شويه بطاطس مع واحده هالوبينو، وننزل بيها الصوص. طعم الجبنه حلو، البطاطس حلوه ومش شاربه زيت، الهالوبينو لطيف. الصراحه الكميات مقابل السعر، محتاجين زقه للكميه لفوق او زقه للسعر لتحت كده تمام. المزاج اللي بعد كده قال لك ايه بقى، كرم الشاي وسكت. YR_قرآن_اوفيش. وبما ان هو سكت فلازم حد يختار. قعدت افكر مين اللي ممكن يحدد الاوردر ده. كرم الشام نفسه. هنتصل بالكول سنتر بتاعهم، واللي هيرد علينا هو اللي هيحدد الاوردر. اهلا ومرحبا فيكم بسلسله مطاعم كرم الشام للمأكولات الشاميه. لطلبات التوصيل اضغط 1. يرجى الانتظار ورح يرد احد ممثلي الخدمه عليكم فورا. حضرتك أول مرة تسافري بالاتصال؟ ايه ده؟ الو؟ أول مرة. أي فندم كرم الشام، حضرتك اتفضل. حضرتك عايز تعمل أوردر؟ ان شاء الله. الأوردر هيكون إيه؟ طيب بصي، انا بصراحه يعني مش عارف اطلب ايه من عندكم، فانتي قولي لي. حضرتك عايز وجبة يعني كافي شخص ولا؟ شخص واحد. اقترحي عليا انت ايه الحاجه البيست سيلر او الحاجه اللي انت بتفضليها في كرم الشام وقولي لي عليها. حضرتك بتحب الشاورما فراخ أكتر ولا الشاورما اللحمة ولا الكريسبي؟ انا بالنسبه لي كله تمام، فانت اقترحي عليا حاجه يعني، قولي طب لي. في وجبة فيها 3 حاجات، بتبقى ساندوتش اكس لارج متقطع، 3 قطع فراخ و3 قطع لحمة وقطعتين كريسبي وبطاطس وعيش محمر. حلو قوي. اسمها ايه الوجبه دي بقى؟ بوكس رباعي. ده يكفي شخص واحد؟ ده يكفي شخص واحد. هو ساندوتش اكس لارج متقطع ومعاه قطعتين كريسبي
وبطاطس وعيش محمص. ممكن حضرتك تزود توميه. اوكي، اسمه البوكس رباعي. طب خلاص ماشي، ممكن ناخد البوكس الرباعي ده. سعره كام؟ 130. طيب خلاص تمام، هاخده ده ان شاء الله. تمام. حضرتك تحب تزود معاه توميه؟ نزود معاه توميه. اوكي، هو ما بيجيش معاه توميه؟ عاديه ولا سبايسي؟ لا هو معهوش توميه. يبقى توميه عاديه مفيش مشكله. تمام. واحد بوكس رباعي وواحده توميه 173 بالتليفون. ساعه ان شاء الله الاوردر يكون عند حضرتك. اوكي شكرا. هي في بدايه المكالمه دخلت مره واحده كده فاتخضيت. كده احنا طلبنا البوكس الرباعي من كرم الشام بناء على ترشيح الموظفه بتاعتهم، قالت لنا الاوردر هيوصل خلال ساعه، فساعه ونكمل الفيديو. 1 hour later. وصل كرم الشام. كانت قايله لنا سعر البوكس الرباعي ده كام؟ سعر البوكس الرباعي ده من غير التوصيل والضريبه 130 جنيه، والتوميه اللي احنا طلبناها دي ب 15 جنيه. يا مسهل. لا بس هو طبق ميه محترم يعني، كميه كبيره، مش اللي هو الطبق الصغير ده تقريبا بطاطس ولا ايه ده؟ لا شكله مش بطاطس. نشوف هنكتشف. ده البوكس الرباعي تقريبا اللي في الباكت اللي هو شبه باكت البطاطس ده عيش محمص، والله اعلم. طب ليه كده يا بنتي؟ قلت لي ليه ان مفيش توميه؟ ما التوميه ماليه الدنيا اهي، خليتيها نشتري بتاع تاني على الفاضي. بيكونوا عباره عن 3 قطع ستريبس، سندوتش شاورما اللي هو في العيش الصاج ده مقسوم نصين، نصه لحمه ونصه فراخ، شويه بطاطس صغيرين مش كتار مع التوميه. الكيس ده بقى عباره عن ايه؟ زي ما قلنا ده عيش محمص، حاطين شويه عيش محمص. لفته لطيفه اللي بيحب العيش المحمص. انا هبدا بالفراخ لان انا اكتر حاجه بحبها من المحلات السوري كلها الشاورما الفراخ. بسم الله. طعم شاورما الفراخ حلو قوي. زودين التوميه شويه، والخيار مش كتير للي ما بيحبش الخيار. شاورما اللحمه. بصوا وانا كده ما بحبش الشاورما اللحمه اللي بتتعمل في المحلات السوري. بحس الشاورما المصري بتاعتنا الحرشه دي بيبقى طعمها احلى. الشاورما اللحمه عندهم ما جاتش معايا. الستريبس بقى، هي الستريبس شاربه زيت ليفل الوحش يعني، من كتر ما هي شاربه زيت الطبقه اللي بره وقعت. والفراخ حتى يعني ناشفه، باينه قوي ان هي ناشفه قوي، باينه على شكلها جدا. بسم الله. شكل الفراخ اهو بيضه من جوه بس ناشفه قوي، مملحه قوي قوي. الفراخ الستريبس محتاجه شغل كتير. فالبوكس الرباعي كميه حلوه، قيمه مقابل سعر لطيف. اللي بيحب الشاورما اللحمه اوكي هيتبسط، بس الستريبس فيستك ناو. اللي بعد كده احمد الريالي جاي من ريال مدريد ولا هو اسم عيلته كده مش متاكد. قال لي مكرونه بالوايت صوص وقطع الدجاج من زاكس. انا بقالي فتره كبيره ما طلبتش منه، بس من اجلك يا ابو حميد نطلبه. احلى طبق مكرونه بالوايت صوص. جايب لنا ايه يا زاكس؟ جايب لنا طبق كده ايه اللي هو بيبقى الفوم، كيسين كاتشب، شوكه، بس كده. سعر طبق المكرونه ده 53 جنيه من غير التوصيل. هو الصراحه انا عندي تعليق محشور هنا، فكره ان مطعم يعني من المطاعم الكبيره زاكس برضو من المطاعم الكبيره يعني بحط المكرونه في طبق فوم او فل زي ده، انا حاسس ان في بدائل تانية احسن. ماشي. هو شكل المكرونه من فوق كده يعني شكلها حلو يفتح النفس. هي مايله كده سنه بس ده مش ذنبه، ده اكيد بقى في الدليفري في الطريق كده يعني. شوف بقى الدنيا من جوه عامله ازاي. هو شكل الفراخ نفسها مش عارف يعني، حاسس شكلها غريب شويه ولونها كمان غريب شويه. مش عارف اصلا، مش قادر احدد دي فراخ ولا مكرونه. موضوع عجيب. تقريبا دي مكرونه بس ايه حمرشت شويه. اللي هو حاطط فراخ اللي هي فراخ بروست مقليه. ده عامل كده فعلا يعني. ده البريدنج بتاع الفراخ. فهمت. هي غريبه شويتين ان مكرونه اللي هي شبه البشاميل دي يكون محطوط جواها فراخ مقليه. متخيل ان هي تبقى فراخ اللي هي جريل يعني. المكرونه كمكرونه طعمها حلو. الوايت صوص والفراخ مش قد كده يعني. الوايت صوص حاسس الخامات اللي مستخدمينها خامات مش افضل حاجه. فكره الفراخ المقليه ان هي تبقى موجوده جوه المكرونه مش جايه معايا. فمع كامل احترامنا لمزاجك يا ابو حميد، المكرونه دي ما جاتش مع المانجا. اللي بعد كده قالت لي ايه بقى؟ ملك 24 احمد قالت لي اي حاجه مش مقاطعه. فمش عارف ليه حسيت ان دي علامه ان انا اطلب اللي انا نفسي فيه بقى، بيتزا. انا في مطعم طيب جدا جنب البيت عندي اسمه بيتزا يام يام. تقريبا هو عنده فرعين بس على مستوى الجمهوريه، بس بيستخدم خامات وبيعمل بيتزا قريبه جدا من براندات مشهوره. فجبت من عندهم بيتزايه سوبر سوبريم كبيره بسعر 170 جنيه. عامل بقى البراندنج بتاعه تبقى هو بيتزا يام يام. عمرك ما فشلت ان انت تبسط. واضح على البيتزا من بره كده ان في تفاصيل كتير، في زيتون، مشروم، فلفل، لحمه، بسطرمه، سلامي. الحاج يام يام الصراحه بيدلعنا. الميزه عنده بقى ان البيتزا ما بتبقاش تخينه قوي، وده النوع اللي انا بحبه، اللي هي بتبقى كلاسيك، لا تخينه ولا رفيعه، ومن ورا مش مزيته قوي. الحاجه التانيه اللي انا بحبها في البيتزا. قسم يا عم يام يام. مديها من فوق رشه زعتر بوم. العجينه حلوه جدا، الحشو كتير قوي، والحاجات او الخامات اللي بيستخدمها فريش يعني، باين من شكل الزيتون حتى. ما بيبخلش بقى في البسطرمه واللحمه والحشو. اكيد طبعا يعني ده ذوقي الشخصي يعني، لازم اكون متحيز ليه شويه. زي دي استكه. ندخل على المزاج اللي بعد كده. قال لك ايه بقى؟ انت عامل ايه بس مش مهم الان. ده من اسماء ابراهيم. انت قلبي وربي راضيين عليك. انت انا الحمد لله بفضل الله تمام. يا جماعه هو ده قلب المنجوز. متشكرين يا اسماء. ندخل على اخر اوردر معانا. بافالو. الواد ميمو بيقول عليه برجر الجاموسه.
انا اسف يعني، بس هو كيفه كده، دي حقيقه، دي ترجمتها بالعربي. مين بقى اللي طلب الكلام ده؟ لولي علي 849، مش عارف لولي بقى هيبقى ولد ولا بنت. احب اطلب من بافالو برجر سندوتش اسمه هو يعني انا كنت شاطر في الانجليزي على فكره، بس هو نطقه صعب. شارب برويلد باربيكيو، انا كده كده من عشاق الباربيكيو. وفي ساندوتش كمان اسمه اولد سكول، طبعا ده اشهر سندوتش عندهم، فهنجيب اللي بافالو برجر بقى من البراندات اللي بتطور من نفسها، شغالين على نفسهم بقى لهم فتره. في الفتره الاخيره طبعا عشان الظروف اللي حصلت ايه بداوا يلمعوا ما شاء الله شويتين. بعت لي الورقه دي، نزل الابلكيشن. هم بقى ليهم ابلكيشن، وده اللي انا طلبت منه النهارده، لان الاسعار فيه مختلفه جدا، ان الاسعار عليه ارخص ما تشتري من الفرع. يعني انا مثلا جبت سندوتش اولد سكول مع بطاطس وكولا ب 105 جنيه، والسندوتش التاني مع بطاطس وكولا برده ب 145 جنيه. اظن لو اشتريتهم من الفرع يبقى اغلى من كده. كل هيدا جميل. وات اباوت ذا تيست، ماذا عن الطعم سيدي؟ وريني جايب لنا ايه. بطاطس اتشقلبت جوه، ادي سندوتش، وادي التاني. مطلع باكت بطاطس واحد يعني كفايه. ومدينا بقى شنطه تاني فيها الحاجات الساقعه، طبق سلطه، ازازه كولا اللي هي ماكسي كولا كده. تقريبا في واحد منهم معهوش كولا، انا مش فاكر يعني، بس ممكن على الابلكيشن كان معهوش كولا، انا اللي اللي مش فاكر. تقريبا اللي ب 145 جنيه ده كان معاه بطاطس بس، مع بقى ايه الاكياس والمناديل والدلع. البطاطس بتاعتهم اللي هي بتبقى ايه، تحسها كده عليها تتبيله مصفره شويه، تبقى مميزه عندهم. كانت عايزه تاكل سخنه دي لان هي شاربه زيت. نبدا بالاولد سكول. هو كاتب لنا بقى من هنا، معلم لنا عليه اهو علامه ان هو اولد سكول 150 جرام. دي بصراحه بتبقى لفته لطيفه جدا، يعني حاجه بسيطه وسهله بس بتتوه. الاولد سكول ده من السندوتشات المميزه جدا عندهم، واللي انا بحبها جدا. شكل العيش بتاعهم اهو، بيبقى دي الحاجات اللي من فوق اللي هي شبه الرده دي. بس هو في حاجه غريبه، ده مش الاولد سكول، ده عليه بصل، تحسه بصل مكرمل كده، وعليه صوص تاني غير الاولد سكول. واضح ان الراجل من بره علم على الاولد سكول، بس ده اللي هو التاني. بسم الله. البرجر بتاعهم بيبقى مميز ان هو بيبقى فيه طعم تدخينه كده، تقريبا بيشوه على الفحم بيدوله وش، وبعد كده بيكمل على الجريل، فبيديك طعم شوي الفحم. انا اول مره اجربه على فكره من عندهم. انا بعشق الباربيكيو، هم حاطين كميه حلوه من الباربيكيو مع وجود البصل المكرمل ده، مدي سنه سكر لذيذه قوي. الساندوتش ده يعتمد واستك، انا اتفاجئت بيه. فذوقك خطير يا لولي. ندخل على الاولد سكول. ده الاولد سكول اللي عامل فيها الشاربرويلد باربيكيو، هو ده يا جدعان. هو ده مزروت قوي بالصوصات الصراحه. هو الاولد سكول بيكون مختصر، بيحطوا عليه جبنه والصوص بتاعهم او السيجنتشر صوص بتاعهم مع قطعه البرجر وخلاص. اللقمه دي حاسس ان اللقمه التانيه احلى، يعني دي حاسسها كده تحسها ايه، مش فريش قوي. وان انا اكل الاولد سكول بعد الساندوتش الاولاني ده ظلم ليه الصراحه. طعم البرجر طبعا هو صوص الجبنه والصوص بتاعهم طعمه لطيف، بس تجربه ده بعد الاولاني موضوع بعيد قوي قوي قوي. فكان نفسي اجيب الاولاني، بس مزاجك استكى لولي. وبس كده، دي كانت الاوردرات او الامزجه بتاعه المانجوز اللي كانت موجوده معايا النهارده. من وقت للتاني كده هبقى حابب اجرب الاوردرات او الحاجات اللي انتوا بتحبوها، عشان زي ما انتوا بتعرفوا ذوقي انا كمان لازم اعرف ذوقي، وانا ليا غيركم. واظن الحل الوحيد عشان تضمن او تضمني ان انت تشوف الفيديوهات اللي جايه من احمد مانجو اول ما تنزل، زرار اسمه سبسكرايب او فولو، ده هياكد لك انك تشوف كل الفيديوهات اللي جايه بامر الله. واخيرا لكل المانجوز، سي يو.